السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع اقتراب عرض ماني ان ذا بانك حبيت اعرفكم عن 5 من افشل وانحس المصارعين اللي حاولوا يصرفوا الشنطة ومعرفوش، وافضل 5 مصارعين عرفوا يصرفوا الشنطة وبقوا نجوم. هديكم نبذة بسيطة عن ماني ان ذا بانك. ماني ان ذا بانك عبارة عن ماتش بيبقى فيه من 5 ل 8 مصارعين بيلعبوا. الماتش بيكون سلالم ويكون فيه شنطة متعلقة. الشنطة دي بيبقى جواها عقد بيسمح للمصارعين ان هم يختاروا بطل الحزام اللي يلعبوه، اي واحد فيهم من الاتنين اللي بيكونوا موجودين في الاتحاد وفي اي مكان وفي اي وقت حسب ما يحب صاحب الشنطه. في مصارعين بيعتبروها بالنسبه لهم بوابه لان هم يوصلوا للنجوميه ويبقوا ابطال الاتحاد برضو، وبتبقى فرصة كويسة للمصارعين الصاعدين الجداد وكده، وبتبقى فرصة كويسة للمصارعين اللي مش عارفين ياخدوا فرص او يلعبوا على بطولات. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وهبدأ برقم 10 بأسوأ مصارع كسب الشنطة في مباراة ماني ان ذا بانك 2020 أيام فترة الكورونا. وكان المشاركين ساعتها في العرض ده زي ما انتوا شايفين اي جي ستايلز وري ميستيريو واليستر بلاك ودانيال براين وبارون كوربن واوتس. طبعا حاجة يعني ما تجيش على البال وعلى الخاطر، وان اللي يكسب في الاخر ابو دهون اللي هناك ده وهو اوتس. اللي هو انا مش عارف هو ايه عقليتكم دي ان كنتوا تختاروا ده هو اللي يكسب. يعني انا كان ممكن اي حد يكسب عادي وانتوا كلهم يستحقوا الا ده. يعني انا مش فاهم انتوا بتعرفوا تنقوا حلو قوي في اللي يكسب. المهم هو معرفش اصلا يستمر بالشنطه كويس، وعشان الاتحاد يصلح الغلطه دي خلوه يلعب ماتش قدام زميز على الشنطه، وزميز اخد منه الشنطه، وبعد كده زميز صرف الشنطه على درو ماكنتاير واخد منه حزام الدبليو دبليو اي. يعني الواحد ما كانش عنده مانع يشوف زميز بطل من الاول اصلا، بس يعني ليه يكسبوا ده؟ يلا بقى. ومعانا رقم 9 ماتش ماني ان ذا بانك في 2011، وكانت الشنطة دي للعرض الأزرق سماك داون تخليه انه ينافس على حزام الورلد هيفي ويت تشامبيون. الماتش ده اللي كان بيلعب فيه كين وسين كارا وجاستن جابريال وهيث سليتر ودانيال براين وكودي رودز وويد باريت وشيموس. اللي كسب في الماتش ده كان دانيال براين، وبعد ما اخد الشنطة صرفها على بيك شو في عرض تي ال سي واخد حزام الورلد هيفي ويت تشامبيون. وكانت من هنا دي بداية انطلاق دانيال براين لعالم الأحزام والبطولات، وبقى حاليا دانيال براين من أحسن المصارعين في العالم. بعد كده نطلع بالزمن قدام شوية في سنة 2018 لعرض ماني ان ذا بانك. كانوا المصارعين المشاركين في العرض ده بابي رود وكيفن اوينز وساموا جو وفين بالور وبرون سترومان وزاميز وروسيف وبيج اي واكسيفير وودز. طبعا الماتش ده كانت فيه مطحنه جامده جدا، وبالذات كانت بين برون سترومان وكيفن اونز، وانتهى الماتش في الاخر بفوز برون سترومان واخد الشنطه. برون سترومان بصراحه كان يستحق الدفعه دي ويستحق ان هو فعلا ياخد الشنطه، بس للاسف هو كان حظه نحس لانه جه حاول في مره انه يصرف الشنطه على بروك ليسنر. كان في ماتش قدام رومان رينز في سامر سلام، لكن بروك ليسنر دخل ضربه وعمل معاه الصح بصراحه وضربه وما عرفش يصرف الشنطه. قام بعد كده قال لك ايه، عشان انا مش عارف اصرفها في اي ماتش فانا اخش العب على طول كده ايه راجل لراجل، فحط الشنطه بتاعته قدام رومان رينز في ماتش هيلا ناسيل ولعب ماتش عادي جدا. بس للاسف برضه ما عرفش يكسب بسبب تدخل بروك ليسنر في الماتش وبوظ لهم الماتش، وبعدها كده الشنطه راحت عليه لان هو كان صرفها خلاص وما عرفش ياخد البطوله بعدها. ويجي معانا رقم 7 عرض ماني ان ذا بانك 2016 اللي كانوا مشاركين فيه زي ما انتم شايفين دين امبروس والبرتو ديل ريو وسيزارو وكريس جيريكو وسامي زين وكيفن اونز. في الفتره دي كان في عداوه بين كيفن اونز وسامي زين، وبصراحه كانوا بيدبوا في بعض جامد في الماتش ده. والماتش ده بصراحه كانوا عاملين فيه كام حركه كده كانت حلوه، وفي الاخر اللي انتصر وخد الشنطه كان دين امبروس، وصرف الشنطه في نفس العرض بعد ماتش سيس رولانز قدام رومان رينز على حزام ال WWE. وكان الماتش ده اتلعب بينهم، واللي انتصر فيه في الاخر كان سيس رولانز. لكن يا فرحه ما تمت، سيس رولانز فضل بالحزام 3 دقايق ودخل دين امبروس ضربه بالشنطه وصرفها وعمل له الفينش وثبته واخد الحزام. بصراحه دي كانت من اجمل الحاجات اللي حصلت، انك تشوف 3 فريق ذا شيلد يشيلوا حزام ال WWE في يوم واحد. نيجي لرقم 6 معانا عرض ماني ان ذا بانك 2013. زي ما انتم شايفين المشاركين فاندانجو ودين امبروس وكودي رودز وجاك سواجر وويد باريت وسيزارو وداميان ساندو. اللي كسب في الماتش ده كان داميان ساندو بعد ما زق كودي رودز اللي هو كان ساعتها صاحبه، هما كانوا عاملين فريق تكتيم مع بعض وكده، غدر بيه في الاخر وكسب الشنطه. كان ساعتها جون سينا لسه راجع من الاصابه، واول ماتش لعبه كان قدام البرتو ديل ريو واخد منه بطوله العالم. يعني زي ما انتم شايفين سينا يعني راجع من الاصابه على بطوله العالم على طول ما بيستناش. ففي عرض السماك داون اللي بعديه لما طلع يتكلم راح طلع له داميان ساندو، فضل يضرب في جون سينا وركز على دراعه وبالذات ناحيه الكتف عشان دي الاصابه بتاعت جون سينا اللي كانت مخليه غايب شويه عن المصارعه، وصرف الشنطه وبداوها ماتش. لكن زي ما انت تفتكر يعني الموضوع بلا جدوى في الاخر، جون سينا اللي كسب وده خسر الشنطه بتاعته ولا عمل اي حاجه. نحس يعني. بعد كده نرجع بالزمن لماتش الشنطه اللي كان في راس المنيا 2005، وده كان اول ماتش شنطه
ماني ان ذا بانك يتلعب في التاريخ. واصلا فكره ماتش ماني ان ذا بانك دي كانت فكره كريس جيريكو، ومع ذلك للاسف ولا مره كسبها. شوف يا اخي سبحان الله. المهم بقى نرجع لماتشنا. الماتش ده كان في راس المنيا رقم 21، وكانوا اللي مشاركين في الماتش ده كريس بنوا وكين وكريستيان وايدج وشيلتون بنجامين وكريس جيريكو. الماتش ده كان جميل جدا، يعني كلهم كانوا عاملين يدبوا في بعض، وزي ما تقول ايه نسيوا ان كان في شنطه. ما علينا، المهم اللي كسب في الاخر ايدج، وطريقه صرفه للشنطه كانت بمساعده ماكمان لما خلاه يصرف الشنطه على جون سينا. كان بعد ما جون سينا لعب ماتش قاتل، كان ماتش إليمينيشن تشامبر، كان لعب قدام 5 مصارعين وكسبهم بالعافيه، فكان خلص الماتش كان مقتول. طبعا فينس ماكمان حب يكمل عليه، راح مطلع له ايدج وخلاه يصرف الشنطه عليه، وايدج اخد حزام الدبليو دبليو اي. دي كانت اول مره ايدج ياخد فيها بطوله، وبعدها اتقدمت لنا عداوه بين جون سينا وايدج كانت من افضل العداوات اللي حصلت في الدبليو دبليو اي. نيجي لعرض ماني ان ذا بانك 2017، وكان اللي مشاركين فيه زي ما انتم شايفين ايجي ستايلز، بارون كوربن، كيفن اوينز، ودولف زيجلر، وسامي زين، وشينسكي ناكامورا. باين قوي من الصوره مين اضعف واحد فيهم بالظبط. هو اللي جه في بالك ده بارون كوربن، هو اللي كسب فعلا. بارون كوربن كان لسه متصاعد على طول العروض الرئيسيه، فما اعرفش ايه السرعه دي ان هم يدوا له الشنطه. يعني معاكم مصارعين تانيين اهم انتم منزلينهم في الماتش يستحقوا برضو الفرصه. وبرضه مع ذلك بارون كوربن كان نحس لما جاي يصرف الشنطه. كان في ماتش بين جون سينا كان بيلاعب جندر ماهال على حزام الدبليو دبليو اي اللي كان مع جندر ماهال. ما تفهمش كان في ايه في السنه دي اصلا، كانت سنه هبله كده. المهم جون سينا خسر، ودخل بارون كوربن عشان يصرف الشنطه على جندر ماهال، فجون سينا شتته، قام جندر ماهال مثبته. هي حلوه دي. وفي الاخر بارون كوربن خسر الشنطه بتاعته، ولا كسب ولا نيله. بعد كده نروح لماتش ماني ان ذا بانك 2013، واللي كانوا مشاركين فيه راندي اورتن وروب فان دام وسي ام بانك ودانيال براين وكريستيان وشيموس. 6 مصارعين من العمالقه جدا في عالم المصارعه. الماتش ده كان لسه روب فان دام راجع الاتحاد بعد فتره غياب، واول ما بدأوا الماتش كلهم نزلوا دب فيه، مش فاهم فيه ايه. وبصراحه كانوا في الماتش ده عملوا كام سبوت كده كان حلو. واخر حاجه حصلت في الماتش قبل ما يكسب كان راندي اورتن، وهي حركه الاركي او اللي عملها روب فان دام اللي كانت مميزه جدا قوي. وبعد ما راندي اورتن كسب الماتش واخد الشنطه، جه في عرض سمر اسلام. كان بطل الاتحاد ساعتها كان جون سينا، لعب ماتش قدام دانيال براين بعد مطلب جماهيري ان هم يشوفوا دانيال براين قدام جون سينا، وبالفعل عملوا ماتش حلو جدا. وكان ساعتها الحكم تريبل اتش، وانتهى الماتش بفوز دانيال براين، ودي كانت من الحاجات اللي فرحت الجمهور جدا. وفي وسط احتفال دانيال براين مع الصواريخ والشماريخ والزينه والحاجات اللي كانت عماله تطلع له دي، يطلع له القفا راندي اورتن هو معاه الشنطه. فدخل عشان هيصرف الشنطه على دانيال براين، لقى اللي هو يعني لسه قادر ان هو يلاعب برضه، فقال لك لا اسيبه وامشي. قام تريبل اتش غدر وعمل البيديجري الفينش بتاعه على دانيال براين، وراندي اورتن رجع صرف الشنطه وثبته واخد الحزام على الجاهز، اللي هو يعني بالاخر كده تريبل اتش قدم له حزام على طبق من ذهب. ونيجي معانا الرقم 2، عرض ماني ان ذا بانك 2022، واللي كانوا مشاركين فيه زي ما انتم شايفين حضراتكم مات ريدل، سيس رولانز، درو ماكنتاير، اوموس، شيموس، سامي زين، ومات كابموس. طبعا دول المصارعين المنافسين. خلاص بدأ العرض، وبعد ما طلعوا فجأة يطلع لهم مدير العروض اللي هو ادم بيرس، قال لهم بقول لكم ايه، عم ماكمان بعت لكم ده اللي هو اوستن سيري، وبيقول لكم ايه خلوه يلعب معاكم شويه. يعني حاجه تعصب وتضايق، اللي هو خلاص يعني كل الناس حاطه املها وحاطين يعني توقعاتهم كلها في ان المصارعين اللي هيكسبوا مش هيخرجوا بره السبعه اللي محطوطين دول. ده بيعمل ايه؟ وإذ فجأة في النهايه اللي يكسب فعلا في الاخر الماتش وياخد الشنطه هو اوستن سيري. ومع ذلك يا ريته عرف يصرفها بجد. يعني حاول في مره مع رومان رينز في الماتش بتاعه قدام بروك ليسنر في سمر اسلام، وبروك ليسنر بصراحه طلع عمل معاه السليمه ومعرفش يصرف الشنطه. وجي برده في ماتش تاني كان رومان رينز بيلعب درو ماكنتاير في كلاش ات ذا كاسل، وبرده معرفش يصرف الشنطه. فيوم ما زهق قال لك لا خلاص بقى شكلها متعبه قوي مع رومان رينز. لما اروح اشوف اللي معاه حزام اليونايتد ستيت كان ساعتها سيس رولانز، وراح يصرف عليه الشنطه وصرف فعلا عليه الشنطه بجد، وبرضه ما عرفش ياخد الحزام. اللي هو بجد انت نحس. وماكمان برضه يعني فرضك علينا بالعافيه. هو مصارع حلو بس مش كده يعني، الحمد لله. ونيجي الرقم 1، احسن حد كسب ماتش ماني ان ذا بانك من وجهه نظري يعني، وهو كان ماتش ماني ان ذا بانك 2014، واللي كانوا مشاركين فيه كوفي كينجستون، ويد باريت، سيس رولانز، روب فان دام، جاك سواجر، دين امبروس، دولف زيجلر. الماتش ده كان معمول بعد انفصال فريق ذا شيلد، وكان سيس رولانز انضم للسلطه، وكان دين امبروس كان كل اللي في دماغه ان هو عايز ينتقم من سيس رولانز باي طريقه. في الماتش ده بصراحه كان فيه عداوات جامده جدا، وحصل كام سبوت وكام نطه حصلت وقعات بصراحه كانوا جامدين جدا في الماتش ده. وكين ساعتها كان مع السلطه فدخل يساعد سيس رولانز وكسبوا الشنطه. طريقه صرف سيس رولانز للشنطه كانت جميله جدا بصراحه. كان في راس المنيا 2015، كان ساعتها رومان رينز بيلعب بروك ليسنر على حزام الدبليو دبليو اي اللي كان ساعتها مع بروك ليسنر. رومان رينز كان في الفتره دي مفروض على الجماهير بالعافيه، وكان داخل يلعب الماتش ده، وكان الجمهور ساعتها ما كانش حابب ده. فكان الاتحاد عشان يصلح الغلطه دي خلوا سيس رولانز يخرج ويصرف الشنطه ويخش طرف ثالث في الماتش، ودخل وسط الخناقه دي اللي كانت ما بينهم وثبت رومان رينز وكسب الماتش
الماتش واخد حزام الدبليو دبليو اي، والاحتفال ساعتها بتاعته كانت جامده قوي والناس كانت حابه الموضوع ده جدا. فطريقه صرفه للشنطه دي يعتبر كانت خطف، وانا كنت حاكي الموضوع ده في قصه حياه رومان رينز، الفيديو اللي كنت منزله. هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الوصف. وسموا الفوز ده اللي عمله سيس رولينز باكبر سرقه في تاريخ الدبليو دبليو اي، ان حد ياخد حزام بالطريقه دي. هو بصراحه كانت جميله جدا، ولحد دلوقتي هي احسن واحده واحسن طريقه صرف حصل. اتمنى الفيديو يكون عاجبكم، وانا هنا اكون خلصت. ومنتظرين عرض ماني ان ذا بانك بتاع السنه دي، وهنشوف ايه اللي هيحصل، وبعد ما يخلص العرض هبقى اكلمكم عليه. سلام عليكم.